تخيل ان في مكان في البحر بعيد جدا لدرجة ان اقرب انسان ليك هو رائد الفضاء، وفي المكان ده سمع صوت قوي جدا لدرجة انهم قالوا ان ده وحش بحري ما نعرفش عنه حاجة. المنطقة دي اسمها نيمو في جنوب المحيط الهادي. اقرب ارض او جزيرة ليها بتبعد 2600 كيلومتر، في حين ان رائد الفضاء 400 كيلو بس. المنطقة دي منعزلة جدا لدرجة ان وكالات الفضاء بتوقع السفن الفضائية فيها لما تخلص رحلتها. مفيش سفن ولا طيارات بتعدي منها لان الجو فيها قاسي جدا وبتحتاج ايام عشان يوصلوا لها، يعني لو لا قدر الله وقعت فيها للاسف محدش هينجدك بسهولة. وهنا حصل موضوع غريب. امريكا زمان كان عندها ميكروفونات تحت المية ايام الحرب الباردة عشان تسمع الغواصات النووية بتاعة الاتحاد السوفيتي، ولما انهار الاتحاد السوفيتي امريكا ما بقتش محتاجة الميكروفونات دي خلاص، وادوها ساعتها لعلماء المحيطات عشان لو احتاجوها في سماع اي اصوات سواء الحيتان او الزلازل. في 1997 العلماء لقطوا ترددات منخفضة وصوتها عالي جدا لدرجة انهم سمعوها من 9000 كيلو. الصوت ما كانش حيوان بحري نعرفه، لدرجة انهم قالوا ان لو ده كائن حي فعلا هيكون طوله 80 متر ووزنه 500 طن، مع ان الحوت الازرق طوله 30 متر ووزنه 150 طن، يعني هيكون ضعفه 3 مرات. وساعتها ما كانوش يعرفوا الصوت ده بتاع مين، وفسروه بانه تكسير الجليد اللي موجود في المنطقة هناك. بس ساعتها محدش كان مقتنع لان دي مش اول مرة يسمعوا فيها صوت التلج وهو بيتكسر. فالناس افترضوا ان في كائن اكبر من الحوت الازرق، او في حيوان منقرض، حيوان زي الشاستاسورس، او في حيوان فعلا احنا ما نعرفش عنه حاجة. الفرضيات دي بسبب ان في رواية لكاتب اسمه فيليبس لافكرافت حكى نفس الموضوع عن مدينة اسمها فيلي في جنوب المحيط الهادي، وكانت المدينة دي معزولة جدا وبعيدة جدا عن اي ارض. ووصف ان كان في كائن اسمه كاسولو، ولما جاء وصفه قال انه ضخم جدا وراسه شبه الاخطبوط وعنده اجنحة كبيرة وجسمه شبه التنين. لافكرافت كان مؤمن ان في كائنات موجودة من زمان عقل الانسان ما قدرش يستوعبها، وان لسه ما اكتشفناش الا جزء صغير جدا من البحر والمحيطات. وفي فرضية بتقول ان في المكان ده موجود فيه قاعدة سرية او كائنات فضائية غريبة بسبب المركبات الفضائية اللي بتسقط فيها، واللي ممكن يكون فيها سر احنا ما نعرفهوش. فاضطروا ان هم يغرقوها في منطقة بعيدة عن البشر، وانهم اختاروا المكان ده عن عمد ان محدش يقدر يروح لها. قاع المحيط بتاع نقطة نيمو من اقدم طبقة ارضية موجودة حاليا وبقالها ملايين السنين، ولو وصلنا للطبقة دي ممكن نكتشف حاجات جديدة في عالم المحيطات. فالسؤال ليك، هل فعلا المحيطات في كائنات غريبة احنا ما اكتشفناهاش؟ واتمنى يكون الفيديو عجبك واستفدت منه.